فيلمنا بيبدأ مع سوزان واللي بتكون في يوم افتتاح المعرض بتاعها، واللي بالرغم من نجاح المعرض بس هي كانت قاعدة مهمومة وحزينة. وبعدها بترجع بيتها الفخم جدا، والصبح بيقول لها المساعد بتاعها جالك الطرد ده، بس جت تفتحه اتعورت، فبيساعدها وبيفتحه هو، وبيقول لها إن في جواب من طليقك ومعاه كتاب. ولما بتقراه بيقول لها إنه كتب رواية جديدة وعايزها هي تكون أول واحدة تقراها قبل ما ينشرها، والرواية دي بعنوان حيوانات ليلية. وكمان بيقول لها إنه في لوس أنجلوس وعايز يشوفها قبل ما يسافر. وبعد شوية جوزها بينزل، فبتسأله سوزان ما جيتش ليه الافتتاح امبارح. قال لها إنه كان مشغول وعنده شغل كتير، فبتقوله إن لو كان جه ربع ساعة بس ما كانتش هتأثر معاه، لكنها كانت هتفرق معاها جدا. وهو بيبقى واقف في منتهى البرود، فبتقوله طب لما رجعت ما جيتش تنام جنبي ليه؟ قال لها إنه كان خايف يقلقها. فبتقوله سوزان ما تيجي تسافر يومين ونغير جو في أي حتة. قال لها إن عنده شغل كتير جدا ولازم يروح المكتب دلوقتي حالا، لأنه شغال على صفقة مهمة جدا بالنسبة له. وبالليل بياخدها ويروحوا يحضروا حفلة في بيت صاحبتها. وأول ما شافتها قالت لها أنت تعبانة ولا إيه؟ شكلك مرهق جدا. فبتقول لها سوزان إنها ما بتنامش كويس بقالها فترة. وكمان بتقول لها بالرغم إنها نجحت في شغلها وحققت كل اللي نفسها فيه، بس مش بتبقى مبسوطة ودايما حاسة إنها ناقصها حاجة. وبيجي جوزها وبيقاطعهم وبيقول لها إنه لازم يسافر دلوقتي حالا لأن جاله شغل مهم، وبيسيبها ويمشي. ولما بترجع البيت بتاخد منوم علشان تعرف تنام، وبتفتكر الرواية بتاعت طليقها، فبتقعد تقراها وبتحس إن هي وبنتها وطليقها جوه الرواية. والحكاية كانت عن عيلة واخدين الشنط وطالعين رحلة سوا وكانوا مبسوطين والدنيا جميلة، بس بنتهم ما كانتش مبسوطة زيهم، وده علشان المكان اللي رايحين فيه مفهوش أي وسائل ترفيه. كمان طول الطريق مفيش أي شبكة ومش عارفة تسلي وقتها. بس الأب كان قاصد ده لأنه كان عايز يلم شمل العيلة ويقربوا من بعض زي زمان. بس وهما في الطريق بيلاقي عربيتين فيهم شباب قدامه وكانوا بيزنقوا عليهم، بس بنته كانت عصبية وصباعها كان دايما مسابق كلامها، وده خلى الشباب يتجننوا أكتر وفضلوا يطاردوهم لحد ما بيخبطوا العربية، فالكاوتش بيتعوج وبيضطر الأب يقف بالعربية. وطبعا كان الأب خايف جدا، خصوصا لأن الطريق اللي ماشيين عليه مفهوش شبكة علشان يتصل ويستنجد بالشرطة. سوزان بتبقى مندمجة في الحكاية وكأنها جوه القصة. والأب كان متوتر جدا، فبيروح واحد من الشباب وبيخبط له على الإزاز وبيقول له مش المفروض لما تخبط حد تنزل تطمن عليه، ولا أنا مش قد المقام؟ فبيقول لهم الأب إحنا ممكن نروح لمركز الشرطة وهناك نحل المشكلة. بس بيقول له وإزاي بقى هنروح للشرطة وإنت الكاوتش بتاعك اتعوج؟ اتفضل انزل صلحه. وبيقول له إن هو وأصحابه هيطلعوا ولاد بلد وهيساعدوه. وفعلا بينزل هو ومراته وبنته وبيبدأوا فعلا يصلحوا له الكاوتش، بس في نفس الوقت بيبدأوا يقربوا من بنته ويضايقوها. ولما الأب بيتخانق معاهم بيضربوه، فبيخاف وبيرجع لورا وبيبان إنه ضعيف الشخصية جدا. وأول ما العربية اتصلحت جريت مراته وبنته وركبوا فيها وبينادوا عليه علشان يمشوا بسرعة، بس الشباب هما اللي بيجروا بسرعة وبيركبوا معاهم وبيقفلوا البيبان. وبيبقى الأب ثابت في مكانه وخايف يتحرك وكأنه اتشل عن الحركة، وده خلاهم ياخدوا عربيته ويمشوا من المكان. وبيبقى واقف باصص عليهم وهو مصدوم من اللي بيحصل. ولما جاي يتحرك مسكوا واحد من الشباب، بقى شايف مراته وبنته بيختفوا من قدام عينيه. سوزان هنا اتوترت جدا وقفلت الرواية واتصلت على جوزها علشان تطمن عليه، وبتسأله ما كلمهاش ليه لما وصل. قال لها إنه افتكرها نايمة ومرضاش يقلق نومها، بس الحقيقة إنه أصلا كان مشعلق واحدة في دراعه. وبتسمعه وهو بيقول للراجل اللي في الأسانسير الدور ال30. فقالت له ما خدتش ليه الأوضة بتاعتنا؟ قال لها الأوضة فيها زباين تانيين، بس عامل الأسانسير بيطلع واد ابن حلال. وبيسأل البنت اللي معاه وانت يا فندم طالعة معاه دور ال30 صح؟ فتوتر جوزها جدا وقال لها هدخل الأوضة وهكلمك تاني وقفل معاها. بس هي بتبقى قفشت الحوار وفهمت إنه بيخونها وبيضحك عليها، بس بتقعد تكمل الرواية اللي جننتها دي. وبنرجع للشاب اللي كان مع الأب وبيقوله إن يركب معاه وهو هيوديه لمراته وبنته، وفعلا بيركب معاه وبيفضل ماشي في الطريق وكان ضلمة لحد ما شاف العربية بتاعته. بس لما جاي يقف عندها الشاب اللي جنبه قال له يكمل وإلا مش هيشوف مراته وبنته تاني، فبيضطر يكمل لحد ما بقوا بعيد جدا عن المكان. فبيرميه الشاب من العربية وبيضحك عليه وبيبقى نزله في مكان مهجور وسابه ومشى. وهو فضل ماشي في المكان المظلم ده لحد ما طلع عليه الصبح، وفضل مكمل لحد ما وصل على الطريق. وبعدها بيروح للشرطة وبيبلغ عن اللي حصل، وبيقول له الضابط أنا هروح معاك للمكان اللي بتقول عليه، بس الأول عاوز أسألك سؤال، أنت إزاي خليتهم ياخدوا مراتك وبنتك منك، خصوصا وأنت بتقول إن ما كانش معاهم أي أسلحة؟ بس هو كان جبان جدا ومعرفش حتى يرد على الضابط. ولما بيوصلوا المكان بيلاقي العربية بتاعته، بس للأسف مراته وبنته كانوا ميتين. فبتتوتر سوزان وبتقفل الرواية، وبسرعة بتكلم بنتها اللي بقالها فترة ما شافتهاش وبتطمن عليها. وبعدها بتفتكر أيام زمان لما كانت مع طليقها إدوارد، وبتبقى متوترة جدا ومش عارفة تنام، فبتكمل الرواية تاني.
والضابط بيقول للأب إن مراته وبنته اتعمل معاهم الجلاشة قبل ما يموتوا، وهو كان بيلوم نفسه وبيقول إن شخصيته الضعيفة هي السبب. فسوزان بتفتكر أمها زمان لما ما كانتش موافقة على جوازها من إدوارد، وده علشان شخصيته كانت ضعيفة برضه زي شخصية الأب اللي كاتب عنها في الرواية. بس سوزان كانت بتحبه وشايفاه شخص طيب وكان بيدعمها، وبترجع تاني تكمل الحكاية. والضابط بيبعت للأب صورة لشاب كان شاكك فيه وعايزه يتعرف عليه إذا كان مع الشباب اللي قتلوا مراته وبنته ولا لأ. بس الأب كان متوتر جدا وخايف، ولما اتصل الضابط وسأله هو ولا لأ قاله إنه واحد منهم فعلا. وبيعدي عليه أيام وكانت حالته صعبة جدا، وكل شوية كان بيتخيل مراته وبنته. وبعد فترة الضابط بيقبض على مجموعة من الشباب وبيعرضهم على الأب، وبيكون منهم الشاب ده وهو بيقدر يطلعه من وسطهم. بس سوزان بتقفل الرواية وبتضطر تروح على شغلها، وكانت تايهة ومتوترة جدا طول الوقت، وكان باين عليها الإرهاق جدا. وبتقف قدام لوحة في المعرض بتاعها اسمها الانتقام، وكانت مستغربة من وجودها هنا. لكن السكرتيرة بتفكرها إن هي نفسها اللي جابت اللوحة دي وقررت تعلقها في المكان ده. وبعدها بتدخل على الاجتماع وهي دماغها متشتتة وما كانتش مركزة كويس لحد ما بترجع البيت وبتكمل الرواية. والظابط بيبقى قدر يمسك واحد تاني من الشباب وبياخده وبيروح بيه للمكان اللي قتل فيه الأم وبنتها، وبيقول له احكي لي بقى عملتوا فيهم ايه انت واصحابك. بس هو كان عامل نفسه عبيط ومش عارف هو بيتكلم عن ايه، فبيتعصب الأب عليه وبيضربه بالبنية في وشه. بس سوزان كانت أعصابها تعبت، وبترجع تفتكر مشهد تاني من زمان وهي بتتخانق مع طليقها وبتقوله إن الدنيا ما بينهم ما بقتش أحلى حاجة، وإنها زهقت من العيشة معاه وإنهم مش شبه بعض ولازم ينفصلوا. وبترجع تكمل الحكاية والظابط بيقول للأب إنهم أفرجوا عن الشابين وده لأن مفيش أي دليل عليهم. وبعدها بيقابله وبيقوله إنه مصدقه وإن هو هيساعده، وده لأنه مريض بالسرطان وقرب يموت، ودي آخر قضية ليه ومش هيسيبهم ينتصروا عليه. وبيروح معاه وبيقبض تاني على الشابين وبيبقى بيهددهم بالمسدس وعايزهم يعترفوا باللي عملوه. بس التعب بيزيد عليه وبيدي الأب المسدس، فهم كانوا شايفين الأب ضعيف الشخصية واستهيفوه وضحكوا عليه وهربوا. لكن الضابط بيطلع بسرعة وبيضرب واحد فيهم طلقة، وسوزان بتتخض وكأن الطلقة دي جت فيها، بس هي في الحقيقة اتخضت لما الطير ده وقع على الأرض ومات فجأة. وكالعادة بترجعنا لزمان مع طليقها وبتبقى بتتخانق معاه وبتقوله إنه طيب وغلبان زيادة عن اللزوم، وإن تيتو دي مخلية شخصيته ضعيفة وده مش هينفع معاها، وبتتطلق منه. وبعدها اتعرفت على جوزها الحالي اللي سايبها لوحدها وبيلف على حل شعره مع المزة اللي في الفندق. بس هي كانت وقتها حامل في بنت من إدوارد، وقررت إنها تنزلها من غير ما إدوارد يعرف. وفعلا ده حصل بالاتفاق مع حبيبها اللي اتجوزته بعد كده. بس المفاجأة بقى إن إدوارد عرف واتفاجئت بيه واقف قدام العربية تحت المطر وكان عمال يعيط. يعني شخصيته ضعيفة في الحقيقة وكمان في الرواية اللي كاتبها. ولما بتكمل الحكاية بيكون الأب منهار في الأرض بعد ما شاف الضابط قتل الشاب، وبيقول إنه السبب في كل اللي حصل مع مراته وبنته وإنه كان لازم يدافع عنهم ويحميهم. بس الضابط راح له وقال له اللي حصل حصل خلاص، وبيقول له يقوم علشان يدور معاه على الشاب التاني ويمسكوه قبل ما يهرب. وكل واحد فيهم بيمشي في طريق مختلف، والأب بيقدر يوصل له ودخل عليه وهو مرعوب. بس أول ما شافه الشاب قال له افتكرتك حد مهم، وفضل يستفزه بالكلام، وكان عارف ومتأكد إنه ضعيف ومش هيقدر يعمل له حاجة. وبدأ يعترف له باللي عمله مع مراته وبنته، وكان بيوصف كل حاجة وبيستفزه أكتر وأكتر. وكمان بيقول له كان لازم تسمع صوتهم وهما بينادوا عليك وبيترجوني علشان أرحمهم. وقال له إنه جبان وهيفضل طول عمره جبان، وبيسحب حديدة من تحت المخدة. بس قبل ما يضربوا بيها كان الأب اتشجع وضربه طلقتين، بس الولد في نفس الوقت ده كان ضربه في عينه بيها والأب بيغمى عليه. ولما فاق الصبح كان دايخ وما كانش شايف حاجة، وحاول يكمل بس مقدرش وكان بائس جدا فقرر يخلص على حياته. وسوزان اتأثرت بالرواية دي وحاولت تنام، لكن بعد شوية بتلاقي إدوارد بعتلها رسالة بيقول لها حددي المكان والزمان علشان يتقابلوا. فهي بتفرح وبتحن الأيام زمان، وتاني يوم بتجهز وكمان بتقلع خاتم جوازها وبتروح على المكان اللي اتفقوا عليه، وبتفضل قاعدة ومستنية على نار، وطلبت كل المشروبات اللي في الكافيه وهو برضه لسه ما جاش. الناس كلها مشيت والكافيه قرب يقفل، وأخيرا فهمت إنه بينتقم منها بشياكة بالرواية اللي كتبها، وإنه خلاها تفضل مستنياه وهي عارفة إن عمره ما هيرجع لها تاني زي ما هي عملت فيه، وكان مستنيها وهو عارف إنها راحت لراجل تاني. وإنه كمان عايز يوصل لها إن حياتهم كانت بسيطة وحلوة في الأول، واللي بوظ حياتهم الشابين اللي أخدوا مراته وبنته منه، ودول اللي هما في الحقيقة جوزها اللي فضلته عليه، واللي برضه كان سبب في إنها تسيب إدوارد زمان وتنزل بنتها، وأمها اللي كانت كل ما تشوفها تقولها إنه مش هينفعها وكانت عايزاها تبعد عنه. وبيوصل لها إن الحياة اللي اختارتها بعيد عنه وعلى حسابه هو وبنته هي حياة تبان من براها إنها جميلة لكنها في الحقيقة فاضية،
وبيخلص الفيلم وسوزان دماغها بتتشتت أكتر ما هي متشتتة. وبس كده. لو عجبك الفيلم ما تنساش تقولي رأيك في الكومنتات وتعمل لايك واشتراك لو لسه ما اشتركتش وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.